أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. النهاردة جاي أكلمكم عن ولاية فيرجينيا. ناس كتير الحقيقة طلبوا مني إن أتكلم عن الولاية دي بالتحديد. النهاردة كده هنتكلم عن 5 مدن، أهم 5 مدن في فيرجينيا. وإن شاء الله تعجبكم الحلقة، فخليكم معنا لغاية الآخر. الحقيقة ولاية فيرجينيا ولاية رائعة جدا. لو حد بيفكر في إنه ينتقل من ولاية لولاية أو يعيش في ولاية تانية غير اللي عايش فيها في أمريكا، هيكون فيرجينيا من أول الولايات دي. فيرجينيا ولاية رائعة، فيها شواطئ رملية رائعة على المحيط الأطلنطي. هي بتقع في شرق الولايات المتحدة. فيها تنوع في المناخ من الشمال للجنوب. فيها جبال. فيرجينيا فيها جامعات، مستوى التعليم فيها رائع. فيرجينيا فيها معدل الدخل حوالي 75,000 دولار في المتوسط. فيرجينيا فيها حوالي 8 مليون نسمة عايشين فيها. هي فيها quality of life، فيها جامعات، فيها مدارس رائعة جدا. واحنا بنتكلم هنقول المدن اللي فيها مدارس كويسة. فيرجينيا بتسمى ولاية العشاق، لأن الحقيقة العشاق يحبوا إن هم يروحوا فيرجينيا ويروحوا الشاطئ بتاعها اللي هو على طول المحيط الأطلنطي. فيرجينيا فيها معدلات الجريمة منخفضة جدا، وفيها بعض المدن تعتبر من أقل معدلات الجريمة في أمريكا كلها. فيرجينيا الحقيقة يعني يكثر عنها الكلام، ولكن هقول لكم النهاردة 5 مدن بس، أهم 5 مدن فيها، وأرجو إن الحلقة تعجبكم، فخليكم معنا. نبدأ بأول مدينة معانا النهاردة، مدينة فيرجينيا بيتش. مدينة فيرجينيا بيتش تعتبر أفضل مدينة لجذب السياح في فيرجينيا، لأنها تقع على المحيط الأطلنطي، بها شواطئ ساحرة، وتعتبر مدينة آمنة جدا. ولأنها مدينة جاذبة للسائحين، فطبعا ده هيوفر فرص عمل هائلة للناس المستجدين في الولاية، أو للناس اللي هم منتقلين من ولاية لولاية. وأضيف على كده كمان إن تكلفة المعيشة مش عالية هناك. يعني أنت بتعتقد إن المدن السياحية اللي زي كده تكون غالية، لكن بيقولوا إنها مش غالية أبدا، هي في متوسطة. سعر المنزل فيها في المتوسط 350 ألف دولار. تاني مدينة هي مدينة تشارلوتسفيل. تشارلوتسفيل بتعتبر تشارلوتسفيل مشهورة قوي بأنها مدينة جه منها كثير من الرؤساء في أمريكا. فيها برضو جامعة فيرجينيا. مدينة معدلات الجريمة فيها منخفضة، وفيها حياة طبيعية رائعة. تكلفة المعيشة فيها منخفضة، وكل العوامل دي خلتها أكتر المدن المرغوب في الإقامة فيها. متوسط سعر البيت فيها 300 ألف دولار، والإيجار حوالي 1000 دولار. تالت مدينة معانا هي مدينة ألكسندريا. على فكرة أمريكا طبعا دولة مهجر ومكتشفة حديثا، فبيسموا كل دول ومدن العالم القديم موجودة في أمريكا. يعني أنت هتلاقي حتة اسمها إيجيبت، وحتة اسمها إيراك، وهتلاقي وهكذا يعني. فألكسندريا مدينة قديمة، وبتسمى بها بعض المدن أو بعض الديستريكتس يعني في أمريكا. لو اتكلمنا عن ألكسندريا، هنلاقي فيها معدلات الجريمة منخفضة جدا. الضرايب فيها متوسطة، بيقولوا عليها إنها عادلة. فيها نظام صحي ممتاز جدا. مستوى التعليم رائع جدا، وتعتبر من بين أفضل المدن اللي بتقدم فيها خدمات تعليمية جيدة، ومن أفضل المدن عشان كده للمعيشة، عشان يعني بتعتبر التعليم فيها عالي، نظام صحي ممتاز، معدلات جريمة ممتازة منخفضة جدا، عشان كده جاذبة جدا للناس اللي بيحبوا الحياة الهادئة يعني. ولكن الحقيقة سعر البيت فيها غالي شوية. بيقولوا متوسط سعر البيت حوالي 600 ألف دولار. فيها يعني مراكز تسوق كتير، فيها ثقافات كتير. فاللي يحب يعني ان هو يستمتع بالحياة، هتبقى وجهته مدينة ألكسندريا. المدينة اللي بعد كده معانا مدينة اسمها بلاكسبرج. مدينة بلاكسبرج مدينة تكاليف المعيشة فيها منخفضة، جو فيها يعتبر معتدل. تعتبر المدينة الأكثر انخفاضا في معدلات الجريمة في أمريكا كلها، وعشان كده العوامل دي خلتها أفضل مدينة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وفيها جامعة تكنولوجية مشهورة جدا. المدينة
رقم 1 كأفضل مدينة للمعيشة في فيرجينيا مدينة ليسبرغ. مدينة ليسبرغ تعتبر متوسطة المعيشة، بمعنى إنها مش غالية. تكاليف المعيشة فيها affordable، يعني ممكن تعيش فيها يعني معقولة متوسطة. فيها حوالي 50,000 نسمة. ليسبرغ أنشئت سنة 1758، لكن الحقيقة تطورت جدا مع الأيام. فيها مجتمعات عمرانية بتتبني جديد. مدارسها بتاخد A+. فيها مدن أو تجمعات كويسة قوي للأطفال، يعني زي الأنيمال بارك فيها. يعني الأولاد هيلاقوا فيها متنفس إن هم يلاقوا أماكن يتفسحوا فيها. متوسط سعر البيت فيها 400,000 دولار. بس دي كانت لمحة سريعة عن ولاية فيرجينيا. الحقيقة يعني قريت عنها كلام كتير جدا. زي ما قلت لكم في الأول إنها واجهة للعشاق. بيقولوا إن هي متنوعة قوي، عايز تروح البيتش فيها ايفنتس كتير على البيتش، فيها مسابقات كتير. بيسموها يعني ولاية العشاق عشان التنوع اللي فيها الكتير ده. فيها هايكنج كتير، فيها جبال، فيها صيد. الاوت دورز لايف فيها حلوة قوي. الاكتيفيتيز فيها كتير قوي، يعني هي ولاية مش هتمل منها يعني في المعيشة فيها. ناس كتير جدا بيحبوا يعيشوا وينتقلوا، حتى اللي هم عايشين في أمريكا في ولايات أخرى بيحبوا ينتقلوا للمعيشة في ولاية فيرجينيا. دي كانت لمحة سريعة عن ولاية فيرجينيا. لو عايزيني أتكلم يعني بتوسع أكتر اكتبوا لي في تعليقاتكم. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.